خلصت كده ترتيب ضلف المطبخ من الداخل ورتبتها، وكمان من بره مسحت كده ولمعت الخشب. وما ننساش برده فوق ظهر المطبخ، لو تفتكروا احنا كنا السنه اللي فاتت عاملين مع بعض ظهر المطبخ من فوق وظهر الدواليب، بحيث ان احنا بنمسحهم ونحط المشمع بيحمي المطبخ من التراب وكمان من الدهون. بتشيلي كل اللي فيها، مثلا بشيل المشمع بتغسليه وتمسحي كده وتحطيه تاني، بيحمي الخشب. تمام. فاحنا كده خلصنا فوق كده المطبخ ولمعته. ونشوف كده الترتيب عندنا من الداخل ده كده اهو بالنسبه لمطبخي، نظره كده عامه. وهنفتح كده نشوف ترتيب المطبخ من الداخل. اول حاجه عند الضلفه اللي فوق دي، بالنسبه عندي الضلفه اللي فوق دي بعيد عن ايدي، فانا حاطه فيها الخزين اللي انا مش هحتاجه كتير، يعني حاطه الرز والدقيق واي حاجه مش عايزاها، مكرونات وكده. في العلب دي كمان اللي احنا دهناها مع بعض. هنا برضو عندي الضلفه دي يعتبر خزين عندي، حطيت جمعت الزيت والسمنه والخل والاستخدامات دي. برضو اي منظم عندك كده صغير او بلاستيك مش عايزاه، وبفرشه بورق الفويل بحيث اي نقط زيت او حاجه بتنزل او سمنه فما تبهدليش هنا. طبعا بعد ما فرشت المفارش دي حطيت مفرش من القديم تحت الحاجه اللي انا بخاف عليها زي الزيت او سمنه او كده، بحيث برضو حرصا ان هي ما تتبهدلش معايا. او ممكن اي حاجه مثلا مشمعه عندي برضو بفرش مشمعه في بعض الحاجات حطاها، ولكن هنا حاطه واحد من القديم فوق ده عشان ما يتبهدلش معايا. فجمعت كده الزيوت والحاجه هنا في الخزين ده، برضو مش هخليه تحت هنا على الرخامه، فهنا برضو قريب من ايدي. الضلفه اللي هنا بعد كده حطيت كل الحاجات الخزين جنب بعضها. هنا اللي هو مثلا الشعريه والسكر والمكرونه والاكياس دي، واكياس مثلا دي مش عارفه ايه، حاجات برضو يعتبر هنا حاجات الاستخدامات او حاجات الاكل، دي برضو قريبه من ايدي. الضلفه دي اللي هي ازاز يعتبر، اللي هي الكاسات والكوبايات المجات الحاجات دي بقى كده. رصيت كده هنا برضو ورص على قدي كده. والضلفه هنا بقى اللي في الزاويه دي، الزاويه دي طبعا اللي جوه يا جماعه غويطه كده شويه، فبتاخد معايا حاجات كتيره ورا. فحطيت هنا الطواجن الفخار بحيث دي استخداماتها مش كتيره عندي، حطها كده لو احتجتها. وهنا برضو علب الخزين وكده على الاول بحيث لو احتجتها ماشي، ما احتجتش انا عندي الناحيه التانيه يعني بيبقى فيها خزين. والضلفه الازاز برضو اللي جنبها فيها بقيه الازاز وكده، الحاجات اللي بستخدمها بس. وهنا اللي هو طقم البايركسال الحراري والاطباق الازاز، الشفشق كده يعني، والبولات اللي هي الصغيره دي البولات الصغيره الازاز اللي هي ممكن تعملي فيها رز بلبن مهلبيه او معلي تدخلها الفرن كده يعني، بحيث ان هي تدخل الفرن. ده بالنسبه لفوق. وفي الجنب الزاويه دي برضو رصيت عندي المنظفات اللي انا بحتاجها على طول عشان تبقى قريبه برضو من ايدي، والهوم بتاع التوم والمبشره والحاجات دي برضو. طيب ننزل هنا، ده شكل الرخامه. بالنسبه هنا شكل الرخامه خليه دلوقتي عشان هتكلم بالتفصيل عن كل الاسئله اللي جاتني. هنشوف تنظيم الضلف من تحت الاول. بالنسبه للضلفه الاولى هنا انا رتبت هنا، حطيت طقم الاستانلس خليته كده على بعضه هنا في الرف الاول، والرف اللي تحت الباقي عندي من طقم الالومنيوم. طبعا انا بعت الالومنيوم زي ما انا قلت لكم يا جماعه. برضه هرد على اللي سال ازاي بيع الالومنيوم بكام وبنبيعه فين. قلت لكم يا جماعه الالومنيا القديمه الكيلو فيها ب 30 جنيه، سواء الومنيا او تيفال. التيفال لو باظ عندك او قشر او مش هتستخدميه هو بينباع زيه زي الالومنيا، لان هو اساسا الومنيا وبيبقى فيه طبقه تيفال على السطح. بتبيعوه لمين؟ في ناس كتيره بتعدي اللي هي بتاعت الربابيكيا اللي بياخدوا البلاستيكات وياخدوا الحاجات القديمه، بياخدوا برضو الالومنيوم. مش اقل من 30 جنيه يا جماعه. لو حد نزل لكم عن كده لا، ده 30. ده في اماكن ثانيه بتبقى اعلى، بس هو اقل سعر هتبيعيه ب 30 جنيه. في اماكن ثانيه ممكن تقدري تبيعوه ب 35، وبتوصل لاماكن ثانيه ب 40 اللي هي الورش بقى الخاصه بياخدوا الالومنيا وبيعيدوا تصنيعها ثاني لالومنيا جديده، لان سعر الالومنيا الجديده الكيلو فيها بيبقى ضعف القديمه، يعني حوالي 70 جنيه تقريبا الكيلو الجديد. تمام. فانت هتبيعيها وبعد كده بتكملي بقى عليها، عايزه تجيبي حاجه اللي انت عايزاه. تمام. فانا خليت كده الباقي عندي من الالومنيا، طبعا لان الالومنيا بتاعي كان طقم كامل اللي هو بيبقى فيه لبانه وفيه فواله وكسرولات وصواني
وكان 10 حلل، فخليت بس كام حله اللي هم ما كانش استخدامهم كتير فكانوا كويسين عندي، فخليتهم هو والمصفى والحاجات دي، انما الباقي انباع هو والحاجات القديمه اللي كانت موجوده عندنا. مخليه برده هنا الحله اللي هي السيراميك والطاسه، وبحط كده الصواني في جنب كده، ده الشكل على بعضه. والادراج برده نظمتها كده ورتبتها الفوط وكده، هما درجين بس اللي عندي مش كتير، فعشان كده عندي بيبقى فيه تربو بنظف. هنا برده خليت طقم الصاج في الرف الاول، وتحت بقيه طقم التيفال عندي، والصواني كده في قلب بعضها بحيث ما تاخدش معاكي مساحه، ولو في صواني تانية بتحطيها في الجنب كده تمام، بياخد برده كذا مساحه مع بعض، ويبقى في متناول ايدك بسيط.